السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أحبائي يا رب تكونوا بخير. النهاردة حبيت أوريكم بس الزرع بتاعي في البلكونة. دي بطاطا، دي بطاطا أهي، أهي بطاطا ما شاء الله بدأت تنبت. ودي كمان بطاطا أهي بدأت أهي الحاجات تبان فيها اللي هي إنها تطلع ورق إن شاء الله وتبقى جميلة. الاتنين دول كانوا لسه محطوطين دلوقتي في مية، يعني بقالهم حوالي أسبوعين في المية لغاية ما طلعت جذور، وبعدين نقلتهم لايه القصريه دي. لسه نقلهم من القصريه دي حالا. دي لسه منقوله لان جذورها كمان كبيره قوي تحت، ودي لسه منقوله برضو. يعني حطيتهم في القصريه دي عشان ايه؟ عشان يبقى ليهم شكل كده في البلكونه بدل ما هم مترمين في البرطمانات، بس لغايه ما ايه ينبتوا. ده بقى البوتس اللي هو نبات الظل. كنت حطاهم جوه عندي، واحده فوق النيش وواحده فوق التلاجة، ولما طلعتهم للشمس حصل لهم كده. بصوا بصوا، شايفين الورق حصل له ايه؟ مش عارفه بقى لانه الفوتس ده ما بتحملش الشمس، ولا لانه نبات ظل المفروض ما يطلعش في الشمس، مش عارفه. بس حقيقه يعني زعلت عليهم جدا. دي بقى هنا الحوض ده حاطه فيه بصل زي ما حضراتكم شايفين كده، وحاطه فيه بطاطس هناك اهي 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 طرفها يا دوب باين. بطاطس دفناها في الارض ونبتت الحمد لله، يعني ليها جذور جوه كويس، بس ما نسقاش كتير عشان ما ترميش ورق، عايزينها ترمي بطاطس. هنا بقى المنطقه دي كلها شبت وبقدونس، طبعا لسه حطاهم فلسه ملحقوش ينبتوا. حبيت اوريكم بس انا بعمل ايه في بلكونتي يعني. ولسه قدامي كمان حبه زرع تاني ان شاء الله. هنجيب حبه تقاوي كمان وهنزرع ونكمل بقيه الجنينه. يعني هذه البلكونه نحولها لجنينه زي ما حضراتكم شايفين كده. دي كلها اثاري قديمه مليانه طينه، هي ممكن نستغلها في الزراعه برضو، بس انا الحقيقه لسه ما عنديش تقاوي. واللي تحت دي الكبيره دي برضو قصرية زرع ومليانه طينه زرع، والصغيره اللي تحت دي. حتى الازاز زي ما حضراتكم شايفين كده، دي ازازه اسمنها برضو نحط فيها زرع. ودي كمان الجراكن اللي ممكن نرميها، لا ما بنرميهاش، بنستغلها بالعرض كده ونعملها قصرية زرع. في كمان هنا اهو، ده بقى ده النخيل، ده نخيل بس لسه صغيره. وده تين شوكي بس لسه برضو صغيره اهو. وده برضو شبت وبقدونس وكزبره وجرجير وفجل، بس لسه ما نبتش. ان شاء الله لما ينبت افرجكم عليه. يلا اشوفكم على خير، شكرا لكم.